شنو بعد؟ اليوم اختي راح تطبخ وياي واخيرا قلت اجيب لها باكت السبيناغ الحلوه هاي حبيبتي. يلا. تفضلي يلا. طبختنا اليوم راح تكون كبة حامض. بس طريقتي اني اللي راح تكون كبه حامض وشوندر. هي مو بطريقتك، طريقة الكتاب. ادري بس اني يعني بطريقتي فلسفتي المفلسفه. حتقولوا لي من وين جبتيها واخترعتي ايش قد تتفلسفين؟ اهو ايراكي تيبل كبه شوندر. سو ليتس دو. Do I have to wear this؟ بس هو باي ذا واي I kind of like it لأنه إذا تشوفون الجلابية ولما دا أحط هذا عليه دي يصير فاشن. راح نستخدم سبيناغ، بصل، ليمون، احنا عندنا كرفس. بصل أخضر. حتى ما تفرقين بين الكرفس والبصل الاخضر. شنو اسمه بالإنجليزي؟ سلري. then okay كرفس. This celery واللي ما يعرف السالري it's كرفس. وراح نحتاج شنو هذا؟ شمندر. ما راح اقطع اني اليوم، راح تقطعين. اول شيء بصلايه. بسم الله. شوي قاصة. قصقصنا البصل هسه. شنو بعد؟ تقدرون تستخدمون سبينة او سلق. هسه يا حبايب راح نقصقص الشوندر. تقدرون تقصوه بهذه اللي تعطي افكت حلوه للها. حلو الشكل. شوف شلون يطلع شكلها. كيوت. كبة الحامض هي كبة برغل محشية بلحم مفروم، وياها يحطون معدنوس وبهارات. اليوم احنا راح نسوي تويست ونسويها بالصلصة الوردية اللي هي صلصة الشمندر. تعالي يلا. راح نحط سمنة، ننزل البصل، ننزل الثوم، وهسه راح ننزل السبيناغ او السلق. راح نحط فلفل اسود وراح نحط ملح. وبعد ما نحمس ويانا راح نحط الشمندر نص سلقه مو سلقه كامله، واحمسها بين المكونات. هسه راح نحط الكرفس، راح نضيف المي مالتنا 7 بهارات. حبيت اضيف وياه مي دجاج حتى ينطي طعم. الاضافه الاخيره الليمون. هسه راح ننزل الكبه حامض، واخر حبه للي تحبه. حالات صلصة الكبة حامض أن تكون ثخينة، فتقدرون يا تحطون تمن مطحون أو برغل مطحون، أو تضيفون تمن. أنا أحب أضيف التمن المصري، وهيك راح نسوي. شوفوا ريحتها جمال. وأني همينة أنا سويتها. لازم هسه نحطها طبق التقديم ونذوقها. وصارت كبة حامض شوندر جاهزة. هسه جربها. توب. لازم تسووها صراحة واو. أطيب من الكبة حامض. أبدعتي ديما. جربوها وادعوا لي.